السلام عليكم، وحشني جدا جدا. موضوع النهارده موضوع مختلف، موضوع جديد هنتكلم فيه عن الادراك. هعرفكم يعني ايه الادراك وايه الخطوات اللي المفروض تتعمل عشان نوصل لمرحله الادراك. هنتكلم فيها خطوه خطوه بطريقه سهله وبسيطه. وهقدر ان شاء الله اقدر ان انا اوصل لكم معلومات بطريقه سهله وتفيدكم. بس اول حاجه لازم نعرفها، لازم نعرف يعني ايه ادراك، معنى ايه الادراك اللي انت بتتكلمي عنه ده. هقول لك انا الادراك دوت لازم نبقى عارفين ان هو جزء صغير من فص موجود في الدماغ. ده اصلا بيساعد على ان احنا نحل ونعالج المعلومات اللي جايه لنا. بس بتيجي ازاي؟ بتيجي عن طريق الحواس الخمسه بتاعتنا. وفي حاجة مسؤولة عن الموضوع دوت أو جهاز مسؤول عن الموضوع ده، اسمه الجهاز العصبي المركزي المعقد. ده مسؤول ان هو يحل وان هو يصنف وان هو ينظم المعلومات اللي هي جايه لنا عن طريق العالم اللي احنا عايشين فيه، العالم المحيط بينا، اذا كان بقى البيت او الشارع او العالم عموما اللي احنا عايشين فيه. بيستقبل المعلومات وياخد المعلومات عن طريق الحواس ويبدأ ان هو ينظمها ويعالجها ويفسرها عشان توصل للدماغ وتوصل للإنسان بطريقة سهلة وبسيطة. طيب، تاني حاجة هنتكلم فيها عن الإدراك. احنا كده عرفنا خلاص معناها، وعرفنا ازاي بتوصل للدماغ وازاي الإنسان بيفهمها ويبدأ ان هو يستوعبها ويفسرها. هنتكلم عن الخطوات اللي هي بتحصل عشان نوصل للإدراك. في مجموعة خطوات هنمسك خطوة خطوة وهنفسرها بطريقة سهلة وبسيطة عشان توصل لكم بطريقة مبسطة وتقدروا تفهموها بسلاسة. طيب، أول حاجة هنتكلم فيها في حاجة اسمها التحفيز. يعني ايه التحفيز؟ لازم نعرف التحفيز دوت. اول حاجه لازم نعرفها فيها ان البيئه اللي احنا عايشين فيها، العالم الخارجي اللي احنا عايشين فيه، مليان محفزات كتير. بس المحفزات دي هتوصل لنا ازاي؟ هتوصل لنا عن طريق الحواس الخمسه زي ما انا قلت لكم، اللي انا قلتها لكم في التعريف، اللي هي ايه؟ حاسه اللمس، حاسه التذوق والشم والسمع وحاسه البصر. المعلومات بتجيلنا عن طريق الحواس دي، وبتبدا ان احنا نبرمجها ونظبطها كده ونبدا ان احنا نفهم ونستوعب المعلومات. طيب، برضو مش واصله لكم، برضو مش فاهمين. هقول لكم زي ايه مثلا؟ زي انت قاعده في جلسه تخاطب، او انت كماما او انت كبابا قاعدين ومعاكي ابنك او بنتك واحنا قاعدين والطفل قدامنا، فنبدا ان احنا نشجعه ونحفزه بالكاندي مثلا، بنديله ملبس، نديله حاجه هو بيحبها عشان يستوعب المعلومات اللي احنا بنديها له، ويبدا ان هو حاجه تحفزه كده ويبقى مبسوط ان هو قاعد في الجلسه او قاعد بياخد منك معلومات. عن طريق المكافئات، انت بتديله حاجه في مقابل ان هو ذاكر وبقى شاطر وجاوب معاكي، فكل ما بتديله كل ما هو بيتحفز وبيتنشط، بيبقى عايز يقعد معاكي عشان يذاكر، بيبقى عايز ان هو ياخد مكافئات اكتر. فدي اسمها محفزات. البيئه بتبدا ترسل لنا محفزات، بس المحفزات دي بتجيلنا لما احنا بنستخدم الحواس، وبتبدا تحمسنا وتنشطنا عشان نستوعب المعلومات، يبقى عندنا القدرة ان احنا ناخد في معلومات اكتر ونستخدم حواسنا اكتر ونبدأ ان احنا نستوعب اكتر. فدي اسمها التحفيز. يا رب تكونوا فهمتوا التحفيز بطريقة سهلة وبسيطة. طيب، هندخل على النقطة اللي بعديها. تاني حاجة من مراحل الادراك، التفسير. طيب، التفسير ده ايه؟ التفسير دوت ان انت لما بتستقبلي المعلومات من البيئة، بتبدأي ان انت بتبعتي اشارات وبتبعتي في زي مثلا، انت عارفه لما بتعملي ماس كده او بتمسكي بتعملي مثلا تمسكي سلكتين وبتعملي شراره، في حاجه كده كهربيه بتحصل للمخ لما بتستقبلي المعلومات. المخ بيتنشط عن طريق الحاجه دي، حاجه كده بتنشطه وحاجه بتقرصه وحاجه بتقول له فوق كده واستوعب. فبيبدا ان هو ياخد المعلومات اللي هي بتوصل للدماغ، ويبدا ان هو يبعتها للمخ عن طريق اشارات او حاجات سمعيه او ذبذبات بصريه، سوري. يعني مثلا انت لما بتغمي عينيكي، مثلا انا حاطه لك حاجه كذا حاجه قدامك ومغميه عينيكي وبقول لك حسيها، المسي الحاجه دي واعرفي الحاجه دي ايه وقولي. انت بتبداي تمسكيها، انت عرفتي ان هي مثلا فراوله، انت مسكتيها وحسيتي ان هي فراوله، او دقتيها وحسيتي ان هي فراوله، فبتبداي تقولي دي فراوله. طب عرفتيها منين؟ عن طريق اللمس او عن طريق التذوق، وبدات تبعت اشارات للدماغ كده وتقول لك ان دي اسمها كذا. بنشيل الحاجه دي من عليكي، الرباط اللي على عينيكي ده، وتبداي تشوفيها، يبقى هو كده ترجم لك الحاجه من لمس او تذوق، وصلها للمخ، فوصلت عندك اشاره مرئيه او صوره مرئيه. تمام؟ ده التفسير. طيب، هندخل على ثالث حاجه، المعالجه.
يعني ايه المعالجة؟ المعالجة دي بتبدأ او هي عبارة عن سلسلة من الخلايا المترابطة اللي موجودة في كل اجزاء جسمك، موجودة من اول راسك لغاية رجليكي، موجودة في كل حتة في جسمك، مش موجودة في حتة وحتة، لا لا، موجودة في كل جسمك. طيب الخلايا دي اصلا بتعمل ايه؟ بتبدأ ترسل او بتبعت اشارات كهربية بتوصل للدماغ. الاشارات دي احنا بنسميها مستقبلات حاجة بتستقبليها من بره. طيب المستقبلات دي ايه؟ دي بتبدأ ان هي تدرك او بتقولك استقبلي او انتبهي كده، في شوية معلومات وفي شوية محفزات جايالك من البيئة اللي انت عايشة فيها، اذا كانت بقى المدرسة، اذا كانت البيت، اذا كانت درس، او اذا كان البيئة عموما وانت خارجة في نادي، في اي مكان في البيئة اللي انت عايشة فيها. فبتبدأ ان هي تنبهك ان في محفزات، في معلومات داخلالك، استقبليها واحفظيها عندك في دماغك وركزي فيها كويس. خلصنا المعالجة، ندخل على النقطة اللي بعديها. هنتكلم عن التمييز. يعني ايه التمييز؟ التمييز دوت يعني اي محفز داخل الانسان، اي معلومات داخله الانسان بس واصله للعقل، بيبدا العقل يصنفها. يعني ايه يصنفها؟ يعني مثلا هقولك مثال بسيط، ان انت لو قدامك طفل، قاعده في جلسه قدامك طفل، وقدام الطفل مجموعه من الحيوانات كتير، كلها حيوانات الغابه على حيوانات المزرعه، منعكشين وملخبطين كده مش مرتبين، وتبداي تقولي له صنف لي او طلع لي حيوانات المزرعه على جنب وحيوانات الغابه على جنب. يبدا الطفل يدور ويقول لك دي حيوانات غابه ودي حيوانات مزرعه، وخلاص عملهم مجموعتين. فهي ده اسمه التمييز او التصنيف. العقل بيعمل كده، اي معلومات داخلاله، اي محفزات داخلاله عن طريق العالم اللي احنا عايشين فيه وعن طريق الحواس اللي احنا بنستخدمها، بتبدا تدخل المعلومات، العقل بيقوم ان هو يصنفها او بيرتبها حسب المعلومات او حسب كل حاجه واختها. زي ما احنا قلنا، صنفها، حط ده على جنب وده على جنب وده على جنب، بتتوزع على الاربع فصوص بتوع المخ، لان كل فص في الدماغ مسؤول عن حاجه معينه. فبيبدا ان هو يحط ده في مكانها وده في مكانها وده في مكانها، خلاص هو رتب، هو صنف، هو ميز. دلوقتي هندخل على اخر حاجه من مراحل الادراك، الفعل. ودي اخر مرحله من عمليات الادراك، ودي بتبقى عباره عن خلاص المحفزات اللي واصله لعقل الانسان، اللي هي بتبقى بتوصل عن طريق البيئه، خلاص اتحفظت واتبرمجت وخلاص وثبتت في الدماغ، خلاص انت خلاص ثبتيها وحفظتي، عملت لها سيف ومش هتطلع تاني. ليها مجموعه من الاجراءات، ومن ضمن الاجراءات دي في حاجه اسمها النشاط الحركي، وده مش هتكلم فيه خالص في الفيديو دوت، عشان المعلومات بس ما تدخلش في بعض وما يكونش صعب عليكم. وهنكتفي بالقدر ده، هنكتفي بالكميه بتاعت المعلومات البسيطه دي، ويا رب اكون قدرت ان انا اوصلها لكم بطريقه سهله وبسيطه، وعرفتوا حاجه معلومه عن الادراك، وعرفتوا الادراك ده بيجي ازاي، وعرفنا ازاي نشتغل عليه. ودلوقتي قبل ما اقفل محتاجه منكم دعمكم، تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناه، فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللي عنده اي سؤال او استفسار يكتبه تحت في الكومنت، وانا هرد على كل اسئلتكم وكل استفساراتكم. ودلوقتي انتظروني في فيديو جديد، وانتظروا الفيديو التاني من الادراك. سلام.